اوعى تاكل عند صبحي كابر تاني. خلوني لا مؤاخذه كنت شغال بعد ما كنت شغال عند معانا صاحب المحل، اشتغلت عندهم. نصب عليه كل ثروته اتاخدت. هو ليه عم صبحي طلع في فيديو وكان بيعيط وبيقول ان هو محله اتاخد منه واشتغل عامل فيه. بس مش عايزك تعيط. لا مش حاجه، لا مش عايزك تعيط. اتفاجئنا امبارح ان كل المواقع بتتكلم في انه صبحي كابر محله اتباع، رغم ان الفتره اللي فاتت كلها الناس كانت بتروح عادي جدا في المحل وبتاكل وتشرب على انه محل صبحي كابر اللي الناس كلها عارفاه ومتعوده عليه. معظمنا تقريبا دخلنا المحل ده وكلنا وشربنا فيه وعارفين ان الاكل فيه من اجود انواع الاكل، والاكل فعلا ممتاز جدا. بس بعد كلام صبحي كابر امبارح الناس كلها بدات تتفاجئ انه ازاي بقالنا سنه ومش عارفين ان المحل اتباع وما بقاش تبع صبحي كابر. اللي حصل ان صبحي كابر طلع في لقاء وكان بيتكلم على المحل ده وبيقول ان هو من شهر واحد اللي فات ما يعرفش عنه اي حاجه لانه باعه عشان خسر كل فلوسه، كل ثروته اتاخدت واتنصب عليه في 200 مليون جنيه. القصه بدات لما واحد جه لصبحي كابر